السلام عليكم. اليوم سأتحدث عن مفاجأة هزت عالم التقنية. مفاجأة جعلت الجميع يعيد النظر في معنى كلمة معالج قوي. إنه معالج أبل A19 برو الذي لا يكتفي فقط بالهيمنة على سوق الهواتف الذكية، بل يتحدى ويتفوق أحيانا على معالجات حواسيب عملاقة من أنتل و AMD. قد تسأل نفسك كيف يمكن لهاتف صغير أن يضم معالج قوي يتفوق في بعض الاختبارات على وحوش مثل الرايزن 9 9950X أو أنتل i9 14900K. الجواب يكمن في ثلاثة أسرار أساسية: المعمارية، الكفاءة الطاقية، الذكاء الاصطناعي. أولا، الأداء في النواة الواحدة. عندما نتحدث عن قوة النواة الواحدة فإن A19 برو يسجل حوالي 3895 نقطة في كيك 6، متجاوزا بذلك حتى معالجات رايزن 9 وأنتل i9 القوية. هذا يعني أن المهام اليومية، فتح تطبيقات، تصفح الانترنت، لعب الألعاب، ستعمل بسرعة صاروخية على هواتف الآيفون. ثانيا، الكفاءة الطاقية. المعالجات في الحواسيب المحمولة قد تستهلك 100 واط أو أكثر لتحقيق أداء عالي، لكن A19 برو يحقق أرقام مذهلة وهو يستهلك أقل من 10 واط. تخيل، نفس القوة تقريبا ولكن بحرارة أقل وعمر بطارية أطول. ثالثا، الذكاء الاصطناعي. معالج A19 برو يضم وحدة عصبية قادرة على إنجاز 40 تريليون عملية في الثانية. هذا يمنحه قوة هائلة في تحرير الصور والفيديوهات وفي تطبيقات الذكاء الاصطناعي، قوة ما زالت بعض الحواسيب المكتبية لم تصل إليها بعد. ولكن لنكن منصفين، عندما ندخل في عالم الأنوية المتعددة فإن وحوش مثل الرايزن 9 و i9 ما زالت متفوقة بفضل عشرات الأنوية المخصصة لذلك. إذا معالج A19 برو يتسيد النواة الواحدة والكفاءة الطاقية، لكنه لا يزال خلف عمالقة الحواسيب في المهام الثقيلة مثل الرندر ثلاثي الأبعاد أو المونتاج الاحترافي الضخم. الخاتمة: ما كان يعتبر مستحيلا بالأمس أصبح واقعا اليوم. معالج هاتف صغير يستطيع أن يضع نفسه في مواجهة مباشرة مع أقوى معالجات الحواسيب المحمولة والمكتبية. فهذا يعني أننا سنرى يوما ما حواسيب ماك بوك بمعالجات مستمدة من سلسلة A تتفوق نهائيا على أنتل و AMD. الزمن وحده سيجيب. كان هذا استعراضا سريعا لمعجزة أبل الجديدة A19 برو. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس لأن القادم أكثر إثارة. شكرا على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.